السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب فراويلة، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ حشتوني كتير كتير. انا بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني باللايك والاشتراك، يا رب يدومكم في حياتي نعمة. اخواتي وحبايب قلبي، ما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الجميلة. تسلموا لي يا حبايب قلبي. هتتكلمي عليا فراويلة معايا يا حبايبي، كذا موضوع هتكلم فيه. اول موضوع معايا طبعا طلعت علينا طبعا الخالة حلمية سفيرة الريف المصري، منهارة طبعا هي وطارق ونرمين، بسبب طبعا الحاجات اللي بتحصل لما نرمين بتظهر على القناة بتاعت الخالة حلمية. الصرام بتقوم والصرام بتولع، وقلة أدب وسفالة، ومفيش يعني خوف من ربنا ولا في أي حاجة، إلا في بس الدولارات والفلوس والشحن اللي بيبعته لهم، هو ده بس اللي هم مفتحين عينهم عليه. طبعا الخالة حلمية كان عندها عزومة، كانت عازمة ناس حبايبها، ونرمين طبعا قاعده بتساعد امها، وقاعدين طبعا راحت تيتا أولا صورتها بالخلف وعملت زوم طبعا على نرمين. ليه يا حبايبي؟ عشان خاطر جوز نرمين يطلع ويقول لنرمين ما تطلعيش تاني على القناه مع مامتك، وهم ده اللي هم عايزينه، لان ظهور يا نرمين على المنصه بتولع الدنيا كلها، والاسرام بتقوم وتولع وتولع وتولع. طب انتوا ليه؟ انت يا تيتا قول مش رحمه نفسك ليه؟ تعالي كده قولي لي كده، انت مش رحمه، انت مش لما نفسك ليه؟ ومش قاعده ولا عايشه سنك ليه؟ ومش عامله احترام لسنك وكبر سنك ليه؟ انت ليه ست كبيره وناقصه؟ وانا يؤسفني اقول لك حاجه زي كده، بس دي الحقيقه بتاعتك ولازم تاخدي فوق دماغك عشان تفوقي. انت مش سايبه اخلاص ولا سايبه نرمين ولا سايبه الخالة حلميه ولا سايبه حد، وبجاحه ملهاش اول من الاخر، وعينك تدب فيها رصاصه ليه؟ انت بتعملي اللي بتعمليه، وبتبعت لك ام ناصر اشكال والوان، محدش بيقول لك بتبعت لك ليه، ومسميه قناه باسمها. يا اختي ان شاء الله تحط رقبتك تحت رجليها حتى. بنت حلال وتستاهل انت يا تتولى تتولى. انت يعني من عيله الربابيكيا، ربابيكيا، وانا من عيله معلمين. معلمين مين والناس نايمين؟ ده انت من عيله الناس اللي حاطين الشويله على كتفهم ورايحين يلموا الكنزات والازايز البلاستيك. يا حاجه انت في ايه؟ عبد الغفور البرعي، ما تلم بنتك شويه، ما تتهدي حبه، اقعدي مع عيالك، شوفي احفادك، شوفي مصلحتك. انت قاعده 24 ساعه على اليوتيوب كده، ايه ما بتفصليش؟ بتخشي حمام امتى؟ بتتوضي امتى؟ بتصلي امتى؟ بتقضي فرض ربنا امتى؟ ايه ده؟ هو الدعم قتلك قوي كده؟ هو الدعم مموتك؟ طب ما هي ام ناصر لو عايزه تجوز لك ابنك مش هتسيبك، كانت جوزتهولك في غمضه عين، لكن هي عايزاكي تطلعي ذليله، وتطلعي تقل ادبك على الناس، وتطلعي تشتمي الناس وتسبي الناس. هي ام ناصر عايزه كده. ما هي بص، في لمح البصر ممكن تجوز لك ابنك وتجوز لك 10 زي ابنك، بس هي ليها الشوق ان انت تطلعي، عشان هي بدها بتحب الاكشن. هي بدي اكشن، هي عايزه الاكشن وعايزه قله الادب والكلام الياي وقله الادب والسفاله. هي بتبقى منشكحه او بتبقى متكيفه او من قله الادب. فهي لما اتجوز لك ابنك خلاص كده ما فيش قله الادب، ولا امها اسمها رجب. فعشان كده سايباكي وطلقاكي، ماسكه اخلاص وماسكه ريري وماسكه قنوات كتير. طب ريري بتاخد حقها وبتنط في كرشكوا وتاكل كبدتكوا، اخلاص ما بتاخدش حقها، وكلنا شايفين ان اخلاص يعني شاده بلاستر على بقها. ونرمين شرحه، يمكن الخالة حلمية خرجت عن شعورها، وطبعا من حقها، واي ام لازم تعمل كده واكتر من كده. هو في ايه الاهانات اللي بنتها عماله على بطال فيها؟ كل ما تشوفوا نرمين طلعت النار تاكل فيكوا، الاسرام تطلع. ما تتهدي تتقول شويه، هدي صفارك حبه. هدي شويه. قاعده عماله تتصفري وتتعوجي ببقك شمال ويمين، وتتعوجي في لسانك الكبير اما بيتدلع بيبقى عامل زي الباب المخلع. صدقيني والله انت متخلعه من كل النواحي، مش لايق عليكي خالص الدور اللي انت عايشاه. وعماله تتعوجي في لسانك وتعوجي. يا اختي عيشي سنك، اللي زيك يمسك له مصحف يصلي يعبد ربنا، هو ده اللي انت هتاخديه معاك. لكن لا هتاخدي فلوس ولا هتاخدي سب ولا هتاخدي قله ادب ولا هتاخدي سمعه ولا هتاخدي سفاله ولا هتاخدي اي حاجه معاكي. كفايه اما واحده تقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، كفايه اما نرمين تطلع تتحاسبن عليكي،
كفايه ما سفيره الريف المصري اللي قهراكوا وفرساكوا الخاله حلميه لما تطلع تقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، ومستغربه طالعه تشتمك ليه؟ طب ما كل فعل رد فعل، ما لازم تشتمك وتديك على دماغك، هي وطارق وعم تسوقي ونرمين، ولازم يدوك على دماغك. ما انت طالعه، ما انت ست مش محترمه نفسك، هم يحترموك ازاي؟ يعني البنت فاتحه البث وقاعده مع امها وقاعده في منتهى الجمال، يجوا لها حبايبها ويقولوا لها الحق يا نرمين تقول لها بقى مصوراكي وعامله زوم. قله الادب والسفاله دي، قله الادب دي. واخلاص يا زرقاء يا زرقاء، فين زرقان اخلاص؟ هي اخلاص حرقاكي قوي كده. طب ما تبصي لصفارك انت بس الاول، خدي بروت على نفسك كده. عيب، عيب، اتقي الله، اتقي الله. وانت ولا هتاخدي من ام الدواهي، ولا هتاخدي من حلميه، ولا هتاخدي من حد، انت تاخدي اللي عملك بس. بصي لليوم ده، اتقي الله واحترمي نفسك وعيشي سنك، وكفاياكي تهزيق، كفاياكي. خليكي نشطي قناه ام ناصر، واقعدي حطي رقبتك تحت رجل ام ناصر عشان خاطر الكراتين وعشان خاطر الدعم اللي بتبعتولك، الله يحنن عليكي. بس كفاياكي بقى، كفاياكي شتيمه، كفاياكي غلط بقى في الناس المحترمه بقى، احترمي حالك حبه بقى. ده كان كلامي ليكي وانا بقول لك يعني اتقي الله، وكفاياكي تقطيع في نرمين، وكفاياكي تقطيع في الخاله حلميه، كفاياكي كفاياكي. بس العيب مش عليكي، العيب على اللي مطلعك على اختها وعلى بنت اختها. هي دي قص النصايب ام الدواهي اللي ربنا ينتقم منك انت وهي باذن الله في يوم. معانا حبايبي موضوع تاني طلعت علينا يا حبايبي، البت مين؟ البت ام جوجو يا حبايب قلبي. طلع علينا يا حبايبي، راح على المصيف، واخده طبعا الفوميليا بتاعتها وراح على المصيف. مصيف سعيد يا بنتي يا ام جوجو، بس طلعت لنا النصيبه التانيه ليه يا حزينه؟ طلعت لنا برقلم الجراب، ما كانت مستخبيه في الجراب يا ام جوجو. الله يسامحك يا شيخ، الله يسامحك. جايالك يا بنتي يا برو، انا جايالك يا بنتي. المهم طبعا طلعت ام جوجو يا حبايبي، خدت طبعا الفوميليا وراحت المصيف. راحت طبعا راس البر ولمت عيالها ولمت جوزها وخدتهم وراحوا. واخده طبعا يا حبايبي راحت اشترت جبن واشترت عيش، وطبعا مزاميزو طبعا الكبير، الشحت الكبير، ماليش دعوه بالكميل الصغننه اللي نفسي ابوسه واشبع فيه بوس الجميل ده، ربنا يخليهولك. طبعا مزاميزو الكبير يا حبايبي لابس طقم التمريض، لابس ضارب الشرطايه على القميص، وايه الدنيا هايصه. لا يا حبايبي ثواني معلش، تيشرتايه وضرب التيشيرتايه البيضه والشورت الابيض، ممرض يا حبايبي، ممرض وايه عامل عمايله. وطبعا احمد على وشه غضب ربنا، مش عاجبه حاجه الواد احمد مكشر. والمهم اشترت طبعا لمزاميزه العوامه، وجابت جبن واشترت عيش. يسكت ابو كرش؟ لا والله. واقول له يا ام جوجو الاكل ده مش هينفعنا، احنا عايزين ناكل بقى اكل سي فود كده وجمبري واسماك، ناكل كده بقى. ايوه اكليه وخديه في ايدك، ركبيه المراجيح وفسحيه. الواد ابو كرش ده احنا ما بص، احنا ما ينفعناش الجبن والحاجات دي يا ام جان، ام جوجو احنا ما يعجبناش الحاجات دي، احنا عايزين كده تطبخ لنا. يا اخويا ارحمها شويه، كفاياك لغ وكفاياك في كرشك، ظهرك بطنك اللي لازقه في ظهرك دي، لا باين عليك اكل ولا باين عليك حاجه، مش باين اللي على اسنانك الاتنين القدامانيين بقوا خلاص وصلوا لركبك، سنانك من طولهم. اهدى على نفسك حبه، انتوا رايحين مصيف تتفسحوا وتتمتعوا، ما كفاياك اكل؟ مش مخلصك ان الست رايحه تستجم شويه وتريح نفسيتها وتريح اعصابها؟ لا مش هينفع الكلام ده يا ام جوجو، احنا عايزين ناكل بقى سيفوت واسماك وجمبري وتطبخ لنا بقى يا ام جوجو. ما ام جوجو مطفحاكوا الاكل اشكال والوان، والست مش مخليه على قلبها حاجه. حتى الكام يوم اللي قاعده فيهم في المصيف مش راحمه. يا ساتر عليك يا ابو كرش، يا ساتر عليك، انت مش راحم نفسك الله الوكيل. وعامل والله العظيم عياله يا حبايبي ما عاملين العمايل دي، عياله مش عاملين. يعني احمد بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمك يا احمد ويسعدك ويرزقك رزق حلال بامانه. يعني انا بصراحه بسترجل الولد ده قوي قوي قوي، بحس كده في رجوله بامانه عن ابوه، خلينا صراحه، بحس ان دمه حر كده وفي رجوله وعيل حر كده، انا بستجدعه. غير ابوه نهائي، ابوه مش فالح الا في الاكل والشرب، وقاعد بس يردح زي الحريم. قولوا لهم مالكوش فيه، قولوا لهم محوشوا، قولوا لهم قاعد بس يلت ويعجن زي الحريم. هو ده اخره، ان يروح يشوف له شغلانه ولا يشوف شغل؟ لا،
واللي يفرسكوا يا حبايبي ان البت ام جوجو معمره له جيبه بالفلوس. قال هات يا مازن حق العوامه والشبشب، والنبي عينك في عيني كده يا بت، يا بت ده انت قبضتي وفلقتي يا بت، ده انت قبضت اليوتيوب يا بت وفلقتي يا بت على راس البر يا بت. ما طلعتيش ليه قبل قبض اليوتيوب يا بت يا ام جوجو يا بت؟ استنيت اما قبضتي وخدتي العربيه النص نقله على البنك ورحتي جبتي يا بت اللحاليح اشكال والوان وخدتيهم بقى تفسحيهم وتصيفيهم. اشمعنى بعد قبض اليوتيوب يا بت؟ بنت يا ام جوجو علينا ده احنا اتهرينا منكم وحياه ربنا، والله استوينا واتهرينا منكم جايالك كمان، جايالك يا بنتي يا برو يا اخت ام جوجو، انا جايالك اصبري عليا بس. طبعا طلعت يا حبايبي طبعا برو عبد التواب الجن امبارح، بس خير يا اللهم اجعله خير. احنا طبعا كنا ايه مريحين من اشكالها ومريحين من حواراتها. طلعت يا حبايبي علينا فتحت بس، ومش عارفه طبعا ما اعرفش ضربالها ايه قبل ما تطلع، مش عارفه اذا كان البث ده مفتوح على اليوتيوب ولا على التيك توك، متوهه يا حبايب قلبي، خلينا معاها لغايه الاخر. ضربالنا يا حبايبي الميك اب ورسمه الحواجب بقلم الفلوماستر، واللي يفرسكوا ان هي ايه بتحلف كده. واحده بتقول لها رسمه حواجبك، مش رسمه حواجبي والله العظيم ما رسمه حواجبي، يا كدابه يا كدابه. المهم قعدت يا حبايبي كده لا بيها ولا عليها، راح الشيطان هوب عمل معاها الصح يا حبايبي. ام قرون انت يا ستي يا ام قرون، انا رجعت لك تاني اهو يا ام قرون يا صاحبه القناه، انا رجعت لك تاني اهو، انا جيت لك تاني اهو يا ام قرون. اوف اوف انا يتقال عليا ام قرون يا بت يا برو بتقولي عليا ام قرون يا بت، يا بت ليه يا بت بقرون يا بت؟ انا امسك لك نقطه نقطه. انا بقرون ليه؟ والله ما حد بقرون وصلت للسقف اللي انت على ذمته واللي انت مكتوبه على اسمه، هو ده اللي قرونه جايبه السقف عشان مش عارف يحكم واحده قذره وسفله زيك. لما تقولي عليا بقرون، لا ابو قرون ده معروف، واللي رافع قرونه على مراته لما بتطلع على التيك توك تدوس بسنانها على شفايفها وتعمل ايحاءات زباله، هو ده اللي يتقال عليه بقرون. لكن انا ما يتقالش عليا ام قرون. عرفتي مين فينا بقرون يا قذره يا حقيره؟ المهم يا حبايبي هي كانت فاكراني مش هطلع لها تاني يا حبايبي، لا ده بعينك طالعه يا حبايبي بتقول يا شر اشتر، طالعه يا شر اشتر. الناس طبعا داخلين مهاجمينها، والناس طبعا داخلين مبهدلينها، واحنا كنا مرتاحين واحنا ومبهدلينها بهدله ماليها اول من اخر. ايوه انا عارفاكوا انتوا جايين تبع مين، ايوه صاحبه القناه. انا عامه كل الناس بقى انت كنت فين، انت كنت غايره في اني داهيه، انت ما كنتيش قاعده ليه؟ لا يا حبايبي الناس ما قالوش كده، انا اللي بقول لها كده. انا كنت بريح اعصابي يا حبايبي، انا كنت بريح اعصابي انا وعيالي، كنا مريحين اعصابنا شويه يا حبايبي من القناه اللي طالعه عليا ومش سايباني في حالي، والقنوات يا حبايبي والناس اللي بتتكلم عليا. لا تعالي يا عين ماما وانا اقول لك انت كنت مش بتطلعيش ليه؟ انت هتعمليني كوبري يا معتوهه يا برو عبد التواب الجن. خدي هنا يا بيت، انا اقول لك انا يا بيت، لا انت طلعتيش القناه عشان تعلمي ام جوجو الادب، عشان انت طلبتي من ام جوجو شقه وام جوجو اديتك على قفاكي، فحبيتي تعلمي ام جوجو الادب وما تطلعيش تعملي شغل على القناه. فلما عفنتي وما لقيتيش اللقمه لحافتك ليها، ضربتي الباب برجليكي تاني ورجعتي زي الكلبه تاني على المنصه. مش انا السبب، ما تجيبيش عيبك وما تجيبيش غلطك على ستك يا بت فراويله يا بت. انت يا بت عشان الطمع اللي مقطع في معاميعك، وحماتي بتقول لي خلي اختك تجيب لك شقه تمليك، بالذمه عندك دم يا بكحه يا بكحه يا طماعه. لما اختها طبعا اديت على قفاها وقالت لها ما فيش شقق وما فيش منه، راحت علمت اختها الادب. طب مش هطلع على القناه ان شاء الله مع انك طلعتي، لما الجوع قرص عليك هي وعيالها وعفنوا من قله الاكل يا حبايب قلبي طلعت لنا تاني بعبالها يا قلبي. فمش انا السبب، فهمتي ازاي يا بيت؟ الطمع والجشع بتاعك والانانيه، ان انت عايزه تقعدي على التوته بتاعتك، لما على راي اللي بتقولك انت بقيتي 200 كيلو، بقيتي عامله زي الخرتيته ومش عايزه تتعبي ولا عايزه يعني تشقي ولا تتعبي. اختك شقيانه وتعبانه وطفحانه الدم على القنوات وربنا بيبعت لها رزقها، يمكن انت عايزه تقعدي كده على التوته بتاعتك والفلوس تجيلك والاكل يجيلك والشرب يجيلك، مش عايزه تتعبي، مش عايزه تتعبي زي في البدايه
لما كنت بالكمامه وراحت ام جوجو وجابت لك الشقه بالتكييفات بالغساله ونشلتك من الحمام المصنن وشقه مصر اللي كان الدود طالع منكم وحطتك في شقه متغمر وجابت لك شقه مكيفه بالتكييفات وظبطتك وعملت لك القناه وقفتك على اول السلم. بس انت عويله بتم جوجو يا عويله. كبيرك الرز والمكرونه والكبابه، هو ده كبيرك، هو ده كبيرك. والتسول والشحاته زاد عليك يا بنت، التسول والشحاته يا بنت. طالعه حبايبي انا بقول لكم ايه، ان شاء الله يا رب يجيب سيرتي، انا مش مسامحاه، حسبي الله ونعم الوكيل فيا. دخلت واحده كاتبه لها كومنت بتقول لها انت بتجري شكلها ليه عليا يا حبايبي؟ دي ست محترمه، راحت رافعه يا حبايبي شفتها اللي فوق، عملت منظر بشع بشع، وراحت عامله صابعها على قورتها كده، عملت منظر. بتتأجر في الخناقات يا حبايبي ب 100 جنيه الوليه دي، صدقوني والله العظيم. هم بيقولوا على الحاجه امونه بتتأجر في الخناقات. الحاجه امونه الكيوته الجميله الجميله بتتأجر في. امال لو شافوا برو عبد التواب الجن امبارح وهي عامله العمايل السودا دي يقولوا عليها ايه يا حبايب قلبي؟ المهم روحي اقعدي عندها في القناه، جايه لنا ليه يا اختي؟ روحي القناه بتاعتها اقعدي عندها. ما انت تلاقيكي شكلها، ما انا اختها وجاي اخد حقها طبعا تبقى شكلي وتبقى محترمه زي، مش تبقى شوارعجيه وشرشوحه زيك. طالما قالت حق ربنا وقالت لك اختشي واحترمي نفسك تبقى هي طبعا كده. الناس دخلوا لها انت مخاصمه اختك ليه؟ انت ما بتكلميش ام جان؟ انا بكلم اختي كانت هنا امبارح وجايبه لي حاجه، ما حدش وقع بيني وبين اختي، ما حدش يجيب سيره اختي، انتوا عالم وقعه وعالم بتوقعوا ما بيني وما بين الاخوان. قوم ايه في غمضه عيني يا حبايبي في ثانيه الا ثانيه. انا مش هجيب، اقول لكم ايه، انا مش هتكلم تاني ولا فضفض مع اختي ولا اجيب سيره اي كلام. ايوه كله بيغبص عليا وكله طلع يتكلم عليا وكله طلع قال وده كلام يتقال؟ هو ده يا بنتي ما بتتكسفيش على دمك يا بنتي؟ طالبه شقه يا بنت، شقه تمليك يا نهار ابيض وتتكتب باسمك ليه يا بنت؟ مين انت يا بنت؟ مين انت يا بنت يا ام حمام مصنن يا مدوده يا بنت؟ المهم دخلوا بقى الناس بقى الله يرحم الكمامه ويرحم الحمام والناس مفتقين. لا يا حبايبي منيمينها بصراحه ايه، منيمينها بصراحه ربنا وشغالين عليها ايه سلخ. انا ما بحبش حد يعايرني، سامعين ولا لا؟ انا ما بحبش حد يعايرني خالص يا حبايب، ما عادش حد يقول كده. ايوه انا كنت مرتاح، انا كنت مرتاحه في شقه مصر وكنت مبسوطه في شقه مصر احسن من شقه متغمر دي 100 مره يا حبايبي. ما انت مالكيش في النظافه، ما انت مش مرتاحه في متغمر عشان متغمر نضيفه، انت عايزه تقعدي في الحمام المنتن، الحمام اللي كنتوا عاملين السنانه لحد السقف فوق. اموت واعرف كنتوا بتشوفوا لفوق كده ازاي اموت واعرف كنتوا بتعملوا البوبيه فوق كده. ايه ده؟ كنتوا بتطيروا في الجو وبتعملوا بوبيه في السقف؟ ايه ده؟ ده انتوا يا خراشي عليكم، ده انتوا عالم بتطير في الجو. وانت يا ستي اللي فاكراني قفلت القناه من تحت راسك، لا يا اختي يا صاحبه القناه، ما قفلتش القناه من تحت راسك يا اختي. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه بنتي حقيره يا شرشوحه انت؟ في ايه بنتي يا بيئه انت؟ يا بنتي ده انت العالم كله بيتفرج على الزباله اللي انت فيها دي. ايه القرف اللي انت فيه ده يا بنت؟ يا بنت وحطي مرايه جنبك كده جنب الكاميرا كده وبصي نفسك في المرايه وانت بتتكلمي يا بنت. بنت يا برو. واللي داخل يقول لها انت عامله عمليه في عينك؟ لا ما مش عامله عمليه في عيني ولا حاجه، عيني زي ما هي اهي، انا ببرق لكم اهو. ما انت عارفين ان انت بتبرقي من غير ما انت ما تستظرفي ولا تخفي دمك اللي يلطش ده. والكل داخل يا حبايبي دمك تقيل دمك يلطش. انت دخل لها واحد اسمه عمر قعد يرازي فيها، انت عارف يا عمر انا هديك بالعصايه يا عمر، ولا جاي اديك بقى بالشبشب بتاع الحمام، اديله شبشب الحمام بتاع مصر يا بنت. هو يا بنت كنتوا بتخشوا حمام يا بنت بشبشب يا بنت؟ بالله عليك يا بنت، يا بنت الحمام ده كنتوا بتخشوا فيه بالشبشب؟ عيني في عينك كده يا بنت يا برو، بس لا عيني مش هتبقى في عينك عشان عينك برو كبيره كده مش هعرف ابص لك يا بنت. هو انتوا كنتوا بتخشوا حمام بشباشب يا بنت؟ والله العظيم كدابه في اصل وشك، كدابه في اصل وشك صدقيني والله. ايوه يا اللي اسمك عمر، يا عمر انا عارفاك يا عمر، انا عارفاك يا بتاع الكاميرا المخفيه المهم انت العار راجعه لكم يا حبايب. انا بدل ما تقولوا لي انت راجعه بعد شهر بعد 2 بقول لكم ايه، انت عارفه بقى اللي بتتكلمي انت لازم تجيب سيرتي في كلام.
انا بقالي 3 4 اسابيع ما بجيبش سيرتها، القناه اللي طالعه عليا وهي بتتكلم عليا، لا والله انت كدابه في اصل وشك. انا ما بتكلمش عليك، ايه انت اللي مش سايباني على التيك توك، وقاعده على التيك توك تغمزي وتلمزي وتتكلمي عليا. انت كدابه. وتخشي بقى مرة ما بتخشي لي القناه بتحاسبيني عليا وبتشتمي عليا، وانا ثبت لك الكومنتات واصحابي وحبايبي واخواتي كلهم شافوكي. فانا كنت بطلع رد فعل على اللي كنت بتقوليه على التيك توك، مش ان انت بقالك 3 اسابيع ولا 4 اسابيع ما طلعتيش على اليوتيوب فانا اللي بطلع اتكلم عليكي. يا بنتي يا سوسه، يا بنتي يا حربايه، راس افعى يا برو يا سهتانه، يا سهتانه. احنا عارفين ان انت سهتانه وعارفين ان انت وراكي نصيبه، بس مش ما كناش متوقعين ان انت يعني هتعدي قوي كده. كنا برضو ايه يعني مهديين معاكي شويه. ايه ده بنت يا برو، وتلمي وتشوفي شغلك بعيد عني وانا بقدم شغلي، اتكلم على القناه اللي انا عايزه اتكلم عليها. انا شايفاكي ان انت التريقه بتاعتي وانا بتريق عليكي وعاملاكي مسختي وعاملاكي ان انت فاكره بهلوان كده بطلع اتريق واضحك عليكي واضحك المتابعين عليكي. ده براحتي، ما حدش ليه حاجه عندي. زي ما قناتك بتطلعي تعملي فيها اراجوز وطالعه تشتمي في الناس وتقل ادبك على الناس ومش سايبه لحد كلمه الا ما طالعه شتماه ومبهدلاه، انا كمان براحتي. انت مش هتقولي لي اقول ايه وما اقولش ايه، قطعي لسانك واحترمي نفسك وخليكي محترم، عشان هتطلعي تقل ادبك هطلع اديكي فوق دماغك انت واللي يتشدد لك والتخين في عيلتك. فهماني ولا مش فهماني؟ مشاكلك مع اختك اما انت ما طلعتيش، انا مش السبب ان انت ما طلعتيش، لا انت بجحه وعينك واسعه وعينك تدب فيها رصاصه. ليه عايزه تقنعي الناس ان انا سبب ان انت تقفلي القناه؟ ليه؟ عادي، انا بتكلم على القنوات كتير قوي ما كانش حد غلب يا حيلتها. لا انت قفلتي القناه وما طلعتيش على اليوتيوب فيديوهات ولا بسات عشان تعاقبي ام جوجو، عشان ام جوجو ما رضتش تجيب لك الشقه التمليك وتكتبها باسمك. يا طماعه، يا شحاته، يا متسوله، يا اللي عينك على اختك قد كده. مشكلتكم ان انتوا شحاتين وجعانين وعينكم تدب رصاصه على اختكم قد كده. طب ما تشقوا واعملوا زي ما هي ما بتعمل، مش عيب ولا حرام اما تقلدوها، مش عيب ولا حرام اما تقلدوها يا شويه عرر، يا شويه عرر. قطعي لسانك يا برو، اياك اسمعك تجيبي سيرتي تاني هطلع امسح بيكي بلاط اليوتيوب، هسفلتك والله هسفلتك انت واللي تشدد لك وتخين في عيلتك وسدي قدامي، عشان انت قليله ادب وحقيره. جاتك القرف، خدتي من وقت كتير يا برو يا جزمه. بس حبايبي، ومعانا موضوع تاني طبعا. طلعت علينا الصدوف طبعا في السعوديه حبايبي، طلعت طبعا ترد على العرباوي، البث اللي كان فاتحه العرباوي اللي ملوش 30 لازمه دوت. بس ملوش 30 لازمه يا حبايبي عشان ما تفهمونيش ان انا بغلط فيه. المهم طبعا فقالت يعني احنا ما نسيبش النار لما تهدى خالص وبعد كده نرجع نتكلم، وانا مش مقتنعه بالكلام دوت. وطبعا من حق صدفه، لان صدفه زعلانه واخده على خاطرها جامد قوي 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 يا حبايبي، ان صدفه اتقال في حقها كتير 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 ان العيال مش مسجلين والعيال مش عيال عرباوي وكلام يعني استغفر الله العظيم. يعني ان هو يطلع يتكلم، لا طبعا. لما نزلوا له الصوره بتاعته هو وفستان احمر ومصور صوره يعني ما يصحش يصورها، ما اتكلمش وما طلعش برر، ما طلعش اشترى مراته، ما عملش يعني خاطر لصدفه، ولا مثلا طلع قال لا يا جماعه حقك عليا انا اسف، لا 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 لا، ولا اتكلم في حاجه. طلع بس في الاواخر خالص طبعا يدي كلمتين، وطلع طبعا يقول كلمتين. بس هي طبعا النفس شايله، وهي خدت عيالها بالعند في اي حد وسافرت بعيالها، وطبعا مشقه وتعب ليها، الله يكون في عونها، الله يكون في عونها. هي معاها طبعا يعتبر توأم، صفا وآية الصغيرين دول يعتبروا توأم مع بعض. وشايله يا عيني والله العظيم 3 بتصعب عليا لما بشوفها يا حبايب قلبي، ان العمره شقه وتعب وهي معاها 3 عيال، يعني الله يكون في عونها. وطالعه طبعا يا حبايبي بتتحاسبن على القنوات اللي بتجيب سيرتها، وبتتحاسبن على المتابعين وعلى المخرجين وعلى الناس كلها. صدفه مش مخليه حد، وطبعا الدعاء على قد الظلومه يا صدفه.
ما يطلعش الكلام منكم ويطلع التصريحات منكم ويطلع الكلام من قلب وسطكم انتوا، من قلب لسانكم، وترجعي تحاسبيني على الناس وتغلطي في الناس. يا صدفه الكلام طالع منكم فيكم، واي كلام واي اهانات طالعه منكم فيكم، ومن الاستوريات اللي بتنزلوها، ومن الردح والقدح اللي قدام بعض. وانت يا صدفه ما بتتوسطيش ولسانك خفيف خفيف خفيف. انت بتطلعي ترمي بكلام يلبسك في حيطه، وبتطلعي ترمي بكلام يعني المتابعين وكل القنوات لخصوا الحكايه بتاعتك انت وكريم من كتر الكلام اللي بيقع من بقك. ما ترجعيش تتحاسبيني، وما ترجعيش تقولي اللي بيجيب سيرتي وبيجيب سيره عيالي. محدش جاب سيرتك ولا انت ولا عيالك. احنا بنتكلم او بعد القنوات. انا اول مره اتكلم في الموضوع دوت بتاع ردك للعرباوي، بس انا اتكلمت قبل كده في موضوع العرباوي وان هو مش شايل مسؤوليه وان هو رجع لضرتك تاني والكلام ده. بس اول مره اتكلم في ان هو يعني ردك ليه وان انت مش قابله اي كلام. اعملي نفسك كرامه يا صدفه، اعملي نفسك كرامه، والدنيا مش واقفه على اي راجل. انت مالكيش حظ في الراجلين، اذا كان حسن بيسو ولا اذا كان العرباوي، طماعين وجشعين وباصلك او واخدينك عشان اللي وراكي، وهو دوت اللي واضح للمتابعين، واضح للدنيا كلها. محدش بيحبك بما يرضي الله، محدش بيحبك عشانك وعشان شخصك، لا، كل اللي بيحبك بيحبك عشان الهلمه اللي وراكي. ففوقي لنفسك يا بنت الناس، خلي بالك من قرشك وخلي بالك من فلوسك. مفيش راجل مضمون، مفيش راجل الا من رحم ربي طبعا، الا من رحم ربي. بس من الواضح يا صدفه ان الاثنين اللي انت اتجوزتيهم، اذا كان بيسو كان طمعان في المطعم، واذا كان العرباء والله اعلم في ما بينكم ايه، بس برضو كان في برضو مطعم وفي ما بينكم برضو حوارات جامده قوي قوي قوي، وربنا اللي يعلم بالحقيقه فين. طبعا انتوا مش مصرحين بحاجه، بس انت بالكلام بيقع من بقك، فزي ما الكلام ما بيقع من بقك احنا بنجيب الخلاصه منكم. فربنا يهدي الحال ويردكم لبعض عشان خاطر البنات اللي ما بينكم، وعشان خاطر البنات اللي حواليكم. ربنا يردكم لبعض ان شاء الله ويجمع ما بينكم في الخير. حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.